المتخصص في حاجه يعملها، اللي ما يفهمش حاجه ما يتكلمش فيها. الموضوع بسيط جدا يعني. ففكره ان واحنا دورنا نصحح المعلومه اللي ممكن تكون خطا، ودورنا يبقى دورنا سريع. مش عيب ان انا حد قال كلمه غلط او قال معلومه غلط ان انا اقول ان انا كبير ما ينفعش ارد عليه، لا ارد عليه وابين المعلومه الصح. ان شاء الله حتى لو اكرر المعلومه دي 100 مره في اليوم. مش عيب. مش عيب ان حد طلع اشاعه ارد فورا عليه. ما انتظرش ان الاشاعه تنتشر او بالزبط. تاخد مجال او كده، لا فورا يبقى في انا وجهه نظري يبقى في وحده في مجلس الوزراء او تبع وزاره ما ان هي تبقى دورها، مش عيب دورها ان هي اي اشاعه اي خبر غلط ترد عليه. ايوه انا برضو عايزه بس سريعا برضو القي الضوء على مثلا وزاره التعليم العالي والتعليم الصناعي اللي دلوقتي بقى في مجهودات كبيره قوي. مش شرط ان انا اكون خريجه جامعه بتاع، لا ده بالعكس، ده التعليم الصناعي دلوقتي اصبح من بعد الاعداديه كمان وبيوصل الشباب وشركات بتاخدهم. صحيح. فده برضو دي من الخطوات اعتقد الايجابيه جدا في مجال الاستثمار في جدا. فندم انا عاوز اقول لحضرتك ان يعني برضو كلام قلته قبل كده، حته فكره ان في شركات كبيره جدا بقت تعمل مدارس خاصه بيها. ايوه عارفه ومدون ذكر اسماء برضه عشان الاعلانات. تمام تحت امرك كمان تحت امرك. فهي فكره ان الشركات مدركه ده، شركات كبيره جدا في مختلف القطاعات عامله الموضوع ده، ان هو الطالب بيدرس في المدرسه وبعد ما يخلص الدراسه بيدخل عليهم على طول مكانه محجوز. ففعلا في الموضوع ده حاصل يعني. فالشركات من ناحيتها بتعمل كده، وزاره التعليم بتحاول بقدر الامكان ان هي توفر سبل ومجالات جديده كمان. صحيح. توفر سبل الراحه للشركات الرغبه في عمل مثل هذه المدارس. والدنيا زي ما قلت لحضرتك يعني واحده واحده. وزي ما قلت لحضرتك برضه احب فكره اللي احنا بنواجهه من 2011 لغايه دلوقتي. يعني قول واحد ان احنا يعني عاملين انجاز. ان شاء الله اللي جاي افضل، وشايفين بكل المجهودات دي اكيد ان شاء الله مستقبل الاستثمار في مصر يا رب هيكون افضل وافضل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الاستاذ المرسي عزت المتخصص في الشأن الاقتصادي بجريده المال. دي كانت فقرتنا وكانت حلقتنا النهارده. بشكر كل مشاهدينا والى اللقاء.